السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. بين الرحيل والبقاء جماهير النادي الافريقي تترقب الميركاتو الشتوي هذا باش يجيب برشا لاعبين وباش يخرجوا كذلك برشا لاعبين. من اهم اللاعبين اللي باش يخرجوا عنا حسب المعلومات اللي وردتنا اليوم الخروج كينغسلي ايدو، يعني ادارة النادي الافريقي راسلت اللاعب باش يشوف على روحه فريق يعني في الميركاتو الشتوي القادم. وكذلك اللاعب الثاني اللي هو محمد شوكان. محمد شوكان ما لعبش جملة مع النادي الافريقي. كما شفنا ساعات يحضر في التمارين، يلعب مع فريق النخبة. محمد شوكان لازمه شوية وقت يعني باش يخرج على سبيل الإعارة. حسب ما نشوفوا اللي النادي الافريقي في الطريق الصحيح. يعني غير بلد اللاعبين اللي هما ما همش في مستوى النادي الافريقي. احضار لاعبين جدد، تطعيم الفريق يعني بلاعبين حاضرين، لاعبين يجيدون تهديف كما اللاعب بانجورا اللي حكينا عليه في الفيديوهات السابقة. النادي الافريقي في تحسن ان شاء الله. كذلك وسط الميدان اللي حكينا عليه اللي هو وسط الميدان ريتشارد بوادو. يعني النادي الافريقي في تحسن ان شاء الله. نشوفوا ميركاتو طيب للنادي الافريقي ودخول اقوى في البطولة يا رب والكأس. كانت هذه اخبارنا لليوم، وان شاء الله نفيدكم لحظة بلحظة عند نزول اي خبر على النادي الافريقي، اي خبر على الانتدابات. وان شاء الله النادي الافريقي في المسار السليم نحو الكأس والبطولة هذا الموسم.